حبايبنا الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل مع بعض فطار سريع كده وخفيف كمان. تمام، هنعمل مع بعض كبده اسكندراني وبطاطس محمره ومكرونه سباكيتي وسلطه طحينه. تمام، يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدا الوصفه. دي الكبده دلوقتي احنا هنتبلها. انا ما بغسلهاش ولا بحط عليها ميه خالص. احنا بنعمل لها خلطه زي كده. دي عباره عن توم وقرنين فلفل حار او رومي على حسب اختيارك، وملح وفلفل اسود وعصير ليمون. تمام. الخلطه دي انا بتبل بيها الكبده وبسيبها فيها حوالي ساعه او ساعتين، وبعد كده بروح حطها في مصفى تنزل كل الدم بالخلطة بتاعت الليمون دي. ماشي، عشان لما تتحط ما تشملهاش اي زفارة. تمام، هحط عليها الخلطة وهقلبها كلها، وبعد كده هحطها في مصفى تنزل كل الزفارة اللي فيها من غير ما تتغسل ولا اي حاجة، ولا نجيب عليها اي نقطة مية. تمام، هنقلب كله. هسيبها في التتبيلة دي لمدة ساعتين. تمام. التتبيلة دي جميلة، ما تشملهاش اي زفارة لما تحطيها على النار، بتخلي ريحتها جميلة وهي بتستوي. تمام. وبكده هنعمل الكبدة بعد ما عدى ساعتين. تمام، بعد ما عدى ساعتين في التتبيلة بتاعتها نحط شوية زيت ونحط حتة ليا ونحط حتة ليا. تمام، هنسيح الليا لحد ما تسخن جامد. وبعد كده ننزل بالكبدة، نسمع الكبدة بقى كده اهو. كده وما نقلبهاش غير لما غير لما تاخد ختمه كده من تحت الاول، وبعد كده نقلبها. تمام.
نسيبها لحد ما تشرب السوائل بتاعتها كلها، وبعد كده نحط لها شويه توم مفرومين، وبعد كده نحط لها البصل. كده ريحتها جامدة أوي. وكده خلاص اهي شربت الميه كلها. هحط لها حته توم في النص، تمام. هنشم ريحه الثوم، وبعد كده هننزل عليها بالبصل، تمام. مقطعين البصل جوليان، تمام. هنستنى بقى البصل لما يدبل خالص، بعد كده نحط عليها الفلفل. وكده تمام خلاص البصل دبل، وننزل بالفلفل ونقلب تقلبتين في السريع كده وبس. طبعا احنا حاطين لها في التتبيله الاولانيه ملح وفلفل اسود، فمش هنحط لها تاني، تمام. بس كده تاكلي احلى شويه كبده زي بتوع الشارع بالظبط، وانضف واحلى كمان، تمام. بس كده هنطفي خلاص. وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهارده. اتمنى تجربوا الكبده المقليه وتعجبكم، وما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه، وتقولوا لي رايكم في الكبده المقليه في التعليقات. تمام. كنت معاكم رحاب حسين.